بعد ما سلقت اللحمه عشان اعمل الغداء قالوا لي لا يا ماما نفسنا ناكل سندوتشات شاورما. طب يلا بينا نصلي على الرسول في الاول. طلعت كميه اللحمه من المرقه وسبتها تبرد تماما في سرفيز او صينيه، وجبت بقى البلانشه والساطور الحامي وهنقطع اللحمه لشرايح كده رقيقه بالطول زي تقطيعه الشاورما العاديه، اكيد كلكم عارفينها، مع الفرق ان دي لحمه مسلوقه. حتى لو في قطعه او اتنين كده ملبسه او فيها كميه دهون اوعي تتخلصي منها، بتكون حلوه جدا. قطعيها لقطع صغيره برضو جنب شرايح اللحمه بتطعم الشاورما قوي. كان عندي بقى شويه فلفل الوان كده في التلاجة، ولو مش متوفر عندك مش شرط اساسي يعني في الوصفه، اكتفي بالفلفل الاخضر، ممكن تضيفي قرن حار لو حابين، كل الحاجات دي اختياريه. جهزت بقى الخضار وغسلته كويس قوي، وفي اخر غسله ضفت معلقتين 3 من الخل عشان اعقم الخضار. اهم تكه هنا في غسيل الفلفل تحديدا لازم تغسليه من قلبه، اوعي تكتفي انك تغسليه من بره. باكد على كده كل حلقه بستخدم فيها الفلفل الرومي. قطعت بقى الكميه كلها بتاعت الفلفل الالوان والاخضر، وادي بقى البصل هنقطعه جوليان ونفككه كده من بعض بالطريقه الجميله دي، ونخش على طول على الطماطم بتاعتنا. هنتخلص من البذر قلب الطماطم يعني، وناخد اللحم برضو نقطعه بالطول زي الفلفل. وطبعا بقى روح الشاورما ايه، اكيد كلكم بتقولوا معايا البقدونس، ما يحلاش ابدا ناكل الشاورما من غير البقدونس. غسلت طبعا البقدونس كويس وصفيته، وهنقطعه على طول بعد الطماطم. بتخلص من العيدان وباخد الورق بس اقطعه برضو لقطع صغيره. وكده خلصنا تقطيع الخضار، يلا بينا بقى نعمل اجمل واسرع شاورما ممكن تاكلوها. جريلا سخنة على النار فيها شوية زيت، وننزل بقى بالتكة اللي هتعلي التست جدا اللي هي خرجتها من الفريزر وقطعتها لقطع صغيرة. هبدأ أشوحها، أول لما تبدأ تسيح هننزل بالبصل على طول نديله تشويحتين 3 يدبل، وبعد كده هضيف فصين كبار من الثوم المفرومين. ولو لسه مجربتيش إضافة الثوم على الشاورما لازم تجربي وتدعيلي. مجرد كده ريحة الثوم تطلع عليكي والبصل يدبل هننزل على طول باللحمة ونفضل نقلب. طبعا هي اوريدي مستويه سوا تام، مش هتغيب معانا ابدا، عكس الطريقه التانية اللي احنا بنعملها باللحمه النيه. لو حابه تعرفي الطريقه والتتبيله هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو، انا عاملاها معاكم كتير جدا. البهارات برضو مش كتير، لح وفلفل اسود وبهارات لحمه وشويه بابريكا صغيرين، معلقتين 3 كده من الصويا صوص هتظبط الطعم. هنفضل نقلب، ولازم النار بتاعتك تكون عاليه زي ما قلت لكم، مش هتاخد وقت ابدا. بعد كده بقى هنزل بربع كوبايه من الخل، ولو انتي بتحب طعم الخل باين شويه زي حالاتي ضفت كمان على ربع كوبايه حوالي 3 معالق تاني كبار. وكانت بقى ريحتها قلب الدنيا، يعني مجرد ما ضفت الخل عليها الشقه بقى كانت ريحتها خطيره. اخر حاجه هنزل بالفلفل والطماطم اللي احنا قطعناه، يا دوبك 5 دقايق مع التقليب المستمر. مجرد كده بس الخضار يدبل وكله بياخد من طعم بعض كده بقت جاهزه معانا. فعلا طعمها بهرني وكانت مفاجاه بالنسبه لي. اخيرا بقى قسمت مقدار البقدونس على جزئين، ضفت شويه الاولانيين وهدي تقلبتين 3 بعد ما قفلت النار، وسبت الشويه التانيين هضيفهم على الوجه. جهزي بقى يا ست الكل الفينو او الكايزر، وهنبدا نحشي السندوتشات بتاعتنا. بس كان العيش بارد شويه فضفته كده على الوجه عشان ياخد من سخونه الشاورما. احشي بقى السندوتشات الخطيره دي. كنت عامله بقى في اليوم ده سلطه طحينه وكمان سلطه زبادي، حابه تعملي بطاطس محمره، اجمل واحلى واسرع شاورما ممكن تجربوها، تحفه. ضفت بقى الطحينه. الحقيقه في اليوم ده انا كنت هعمل اكل تاني خالص، بس الولاد قالوا لي لا عاوزين ناكل يا ماما شاورما لحمه، وفعلا كان عندهم حق، طعمها كان اكتر من رائع. حبيت بقى ادوق، ما كنتش الحقيقه صابره. شايفين بقى الجمال والحلاوه. كمان هنقدمها بطريقه تانية. جبت العيش الشامي وحشيته بيه الشاورما، قفلته كده من الجوانب زي الرول، وفي طاسه سخنه على النار فيها زيت هنبدا نديله لون ذهبي لحد ما يقرمش من كل الاتجاهات وياخد اللون الجميل ده. الطريقه دي بتكون اسرع واحلى كتير من عيش التورتيلا لو مش متوفر عندك ومش حابه بقى تعجني وتقفي في المطبخ كتير. وادي بقى الشكل النهائي لاحلى واجمل شاورمه لحمه ممكن تجربوها باللحمه المسلوقه. على فكره بقى اللي بالعيش الشامي ده طعمه بجد بهرني. وصفه سهله وسريعه مناسبه للحر اللي احنا فيه ده، متاكده اما تجربوها تعجبكم. بقى تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير وباي باي.